السلام عليكم. النهارده هوريكم ازاي نعمل طريقة يد شنطة سهلة جدا ومميزة، والخطوات بتاعتها بسيطة جدا. انا دعاء محمد ودي قناة في عشق كروشيه. انا هنا مستخدمة خيط كليم وابرة مقاس 10. اول حاجة بنبتدي نعمل السلاسل بالمقاس اللي احنا عايزينه. عملت هنا عينة من السلاسل، انتوا اعملوا السلاسل ونقصوا منها 10 سنتي عشان هي ممكن تمط سنة بسيطة. بنسيب اول غرزة مش بنشتغل فيها، وما بنشتغلش في السنابل نفسها، بنشتغل في ظهر الغرزة. بدخل في غرزة السلسلة التانية واخد سحبة خيط واعمل غرزة حشو، وبعدين هدخل في الجنب دوت من الغرزة بالطريقة دي، وادخل في غرزة السلسلة اللي بعديها واخد سحبة خيط. يتكون عندي 3 فتلات نسحبهم مع بعض مرة واحدة. هدخل تاني في الفتلة ديت وفي الغرزة اللي بعديها اخد سحبة خيط. يتكون 3 فتلات على الإبرة نسحبهم مع بعض مرة واحدة، ونقعد نكرر الخطوة دي لحد ما نخلص السطر بتاعنا. بدخل في الجنب بتاع الغرزة وفي غرزة السلسلة اللي بعديها اخد سحبة خيط اخليها مرتاحة شوية، واقوم قافلة الغرزة بتاعتي ديت اللي بدخل فيها اهي، وادخل في غرزة السلسلة اللي بعديها اخد سحبة خيط. يتكون عندي 3 فتلات اقفلهم مع بعض. بصوا بيبقى شكلها ازاي، جميلة جدا. هكملها معاكم برضو للاخر وبعد كده هنشوف شكلها ازاي. كده انا وصلت للنهاية، وزي ما انتم شايفين شكلها شيك جدا. وهنا انا عاملة عينة صغيرة بالخيط اللي هو المكرمية الايطان، زي ما انتم شايفين برضو هي صغنططة، بس يعني هتبقى برضو عملية في الشنط اللي هي الكروسات والحاجات دي، هتبقى جميلة جدا. طيب بعد ما نخلص ونوصل للطول اللي احنا عايزينه هنعمل ايه؟ هاجي في الجنب دوت من الغرزة هدخل فيه واخد سحبة خيط واعمل غرزة منزلقة، وبعدين هدخل في اول غرزة هنا غرزة سلسلة اللي هي في الجنب التاني بقى، بدخل فيها كده واخد سحبة خيط واعمل غرزة منزلقة برضو. كده انا خلصت الايد بتاعتي. بقص الخيط والخيط دوت بنضفه في الظهر بتاع الغرزة، وزي ما انتم شايفين ان ظهرها برضو شيك. هي دي كده ايد الشنطة. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.